السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم الكشري المصري على اصوله بتكاته وبكل حاجة هقولك عليها في الفيديو عشان تطلعي الكشري دي معاكي احلى من اللي بتشتريه من بره. كفاية نظافته في البيت وحاجة كده عارفينها وضامنين جودتها احسن من اللي بتشتريه من بره واطعم كمان. جبت بقى نسمي بالله الاول وما تنسوش في اللايك. جبت حله على النار وحطيت فيها شويه من الزيت، شويه حلوين كده، وكنت عامله بصل، ده بصل ابيض عاملاه شرايح كده رقيقه، شرايح رفيعه خالص علشان نحمرها. البصل الابيض ما بياخدش على النار كتير، ايدك فيه على طول، واي حاجه متكتله فيه كده بصل يعني لازق في بعض كده فرفطيه من بعضه بالشكل ده، نفكه من بعض كده وايدك فيه على طول عشان ما بياخدش على النار حاجة، هتلاقيه احمر معاكي بسرعة، فقلبي فيه على طول. هنا بعد ما خد معانا اللون الذهبي ده، بس هنا الكاميرا كانت مغبشة من البخار اللي طلع عليها، طلعت الكمية اللي اتحمرت وحمرت غيرها، خلصت معايا الكمية كله ما شاء الله عليه، ولا حطيت عليه ملح ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجة من اللي بنسمعها. السر كله بقى في الزيت ده، الزيت ده هنعمل منه الكشري كله. ناخد بس نحوش شوية كده عشان طبعا الزيت ده كتير في الحلة، نحوش شوية على جنب هنشوف هنعمل بيهم يعني سبت حوالي معلقتين 3 كده من الزيت، حطيت معلقة كبيرة من التوم، ده توم متفرز، لو عندك توم فريش اعملي بيه. احط بقى رشة كزبرة معاها، واجيب يعني بين صوابعي كده بصل من اللي متحمر ده، جميل جدا بيخلي التقلية بتاعتك فظيعة. ونحط بقى نطش التقلية دي بمعلقة واحدة بس من الخل، ما تكتريش خل، معلقة واحدة بس بتوديها في حتة تانية خالص. حطيت بقى ملح، يعني نص معلقة ملح، وحطيت نص معلقة سكر، معلقة ملح صغيرة طبعا، ظبطت الملح بتاع الصلصة، وسبتها بقى تتسبك على جنب. هنا بقى جبت اسلق المكرونة، الحلة حطيت فيها معلقتين زيت من اللي انا كنت سلقة في اللي كنت محمرة فيه البصل، وحطيت ملح. جبت بقى المكرونه اللي تحبيها، دي اللي موجوده عندي، مكرونه سباكيتي على اللي هي المكرونه اللي هي التحمير الرفيعه دي. عبال ما المكرونه تتسلق معايا نجيب بقى نعمل الدقه بتاع الكشري. توم مفروم، نحط عليه شويه من الخل، حوالي 4 معالق كده من الخل، الكميه اللي انت طبعا عايزاها لو هتكتري عن كده. ملح، كمون، كزبره، رشه فلفل اسود، وننزل بقى بالميه المغليه. ليه ميه المغليه؟ علشان الميه المغليه بتنزل الخلاصه اللي في التوم كله. نسيبها بقى على جنب تبرد. هنا المكرونه اتسلقت معايا وصفيتها وجبتها هنا، رجعتها في الحله تاني وحطيت عليها باقي الكميه بتاع الزيت. انا طبعا الزيت ده كنت عملت منه الرز، بس الكهرباء كانت فصلت، عملت منه الرز، بيخلي الرز طعمه حلو جدا. احنا عارفين الرز ابو شعريه اللي بنعمله، بس حمرته بالزيت بتاع البصله. هنا بقى جبت الصلصة بتاعتي بعد ما اتسبكت، حطيت فيها مكعب مرقة وكمون وكزبرة وملح، ظبطت الملح بتاعها يعني. هنا بقى نعمل الشطة بتاعتنا. خدت معلقتين كبار كده من الصلصة، حطيت عليهم شوية شطة، ونحط عليهم معلقتين من الزيت. الشطة دي على البارد، في ناس بتغلي الشطة دي في زيت بتعمل حموة كده على الصدر، بلاش منها، احنا نعملها على البارد كده. والله كان طعمه خطير بجد. هنا طبعا غرفت معايا اهو المكرونه وحطيت عليها الرز، وهنا ده معانا البصل والدقه والشطه، وكنت سلقه الحمص وسلقه العدس. احنا عارفين سليقه كله سهل، العدس يا دوبك بتحط له رشه كمون وهو بيتسلق، والحمص كنت نقعاه قبلها بساعتين وسلقته. جبت بقى معلقه شطه في النص كده. الحاجات دي بتحطيها كده طبعا على السفره او على الطبليه، كل واحد بيحط قدامه اختياري. وجبت الصلصة اهي والبصل بتاعنا، وده الكشري بتاعنا وغدانا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم.